تتواجد كاميرا التلفزيون العربي، ونحن نشاهد في الصورة التي تتكلم بنفسها ضحايا الزلزال والاستعداد لدفنهم، وأقاربهم يلقون عليهم نظرة الوداع. هؤلاء هم الذين سقطوا عندما ارتجت الأرض. نشاهد في الصورة مشاهدينا الكرام من منطقة مولاي إبراهيم إلى الجنوب الغربي من مراكش، في قريب جدا من مركز الزلزال، وهي إحدى أكثر القرى تضررا، والمناطق كلها جبلية ووعرة وفيها مباني قديمة، بعضها مبني حتى بالطوب القديم، وحتى المنازل الحديثة وقعت أجزاء منها، بل ربما وقع حتى كل المنزل، وعدد ضحايا كبير جدا في هذه المناطق، حيث إن منطقة مولاي إبراهيم التي نشاهد الصور التي تأتينا منها مباشرة وقع فيها عدد كبير من الضحايا، ويجتمع المغاربة لدفن ذويهم وأقاربهم ممن سقطوا قتلى بسبب هذا الزلزال. هذه هي الصور المباشرة لمواطنين مغاربة يجتمعون على القتلى، يلقون عليهم نظرة الوداع، وأيضا يحملونهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة قرية مولاي إبراهيم، هذه القرية الجبلية التي تمكن فريق العربي من الوصول إليها، وكان مراسلنا أنس رضوان قد نقل إلينا الصورة مباشرة منها، حيث شاهدنا المنازل وهي قد وقعت وأصبحت أثرا بعد عين كما يقال، واجتمع أهالي المدينة في مقبرتهم لدفن موتاهم وإلقاء نظرة الوداع عليهم. وترصد الكاميرا في هذه اللحظات هذا المشهد المهيب لوداع الضحايا والاستعداد لدفنهم بعد سقوط عدد كبير منهم في المناطق المركزية للزلزال، ومن بينها قرية مولاي إبراهيم إلى الجنوب الغربي من مراكش، تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن مركز المدينة. مباشرة من أمزميز، حيث يقوم المواطنون بحفر القبور، بعض القبور، لدفن ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي يضرب المغرب ويخلف أكثر من 1000 قتيل وأكثر من 1000 جريح حتى الآن. مناطق عديدة ذات طبيعة جغرافية ربما صعبة نوعا ما تضررت أيضا من هذا الزلزال. نشاهد هذه الصور من أميزميز، وفي مناطق أخرى أيضا كثيرة ديما تضررت من نعم هذا الزلزال. جمال، كما ذكرت الطبيعة الجبلية التي كانت سببا لكثر لقصد هذه المدينة الصغيرة جنوبي مراكش، الآن هي أحد العوائق لإيجاد المصابين وإنقاذ البقية في هذه المدينة التابعة لإقليم الحوز الذي استقبل مركزه هذا الزلزال القاسي جدا الذي ضرب ليلة أمس. أمزيمز هذه المدينة بتسمية أمازيغية يواري سكانها ضحايا الزلزال الثرى. نعم، إذن هذا الزلزال الذي يضرب المغرب هو الأعنف من حيث شدته منذ 100 عام أو أكثر أيضا، ولكنه أيضا الأعنف من حيث عدد الضحايا بعد زلزال أغادير الذي ضرب المدينة سنة 1960. بلغت شدته حين 5.7 على سلم ريشتر، وخلف أكثر من 15,000 قتيل وأكثر من 12,000 جريح. اليوم المغرب يستيقظ على
زلزال آخر ضرب مناطق عدة في البلاد وخلف حتى الآن كما ذكرنا 1037 قتيلا حتى الآن في حصيلة نأمل أن لا تزيد أكثر بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الضحايا من المصابين في هذا الزلزال حالتهم خطيرة. إذا نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا مباشرة من مزيمز وتتواصل في بعض المناطق عمليات الإنقاذ فيما توقفت في بعضها ومنها مدينة مولاي إبراهيم الذي يعني تم انتشال آخر جثة وأعلن عن وقف عمليات الإنقاذ. الحال الآن كما تتابعون يعني يصعب شرحه، تصعب مشاهدته عندما يوارى أثر ضحايا زلزال بهذه القسوة بعد ليلة رعب عاشتها المغرب. إذن الصور تأتينا مباشرة من مزيمز في إقليم الحوز في المغرب. الأهالي يوارون ضحايا هذا الزلزال الثراء بعد أكثر من 15 ساعة تقريبا من وقوع الزلزال. السلطات المغربية تقول بأنها تبذل كل ما أو تجند كل إمكانياتها لمواجهة تبعات هذا الزلزال، وربما ستكون في امتحان أيضا كبير في مواجهة مخلفات الزلزال لجهة إسكان الأهالي والمتضررين الذين تضررت منازلهم من هذا الزلزال العنيف.